السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل مع بعض البوريك التركي بالجبنة او الجلاش بالجبنة وحبة البركة. عندي جبنة رومي مبشورة، عندي جبنة موتزاريلا، كوباية حليب دافي، معلقتين زيت، فلفل اسمر، ما بنحطش ملح عشان عندنا جبن، عندي واحدة بيضة، حبة البركة على سمسم، وشرايح فلفل للتزيين. عندي هنا هنبدأ نبطن الصينية بالزبدة، وهنبدأ نرص ورق الجلاش. هنخلط اللبن مع الزيت مع الفلفل الاسود مع البيضة ونقلبهم كويس، وهنمشي بيهم طبقات طبقات. كل طبقة جلاش هنملس بالفرشة. جينا هنا في النص هنحط الجبنة المبشورة، وهنحط الجبنة الموتزاريلا، وهنكمل بقية رص طبقات الجلاش زي ما كنا شغالين من الأول. طبقة، وبعد منها الفرشة بالخليط الحليب بالزيت بالبيض بالفلفل الاسود. سهلة جدا، في خلال 10 دقايق عندك، مش مكلفة خالص، وخفيفة علشان فيها زيت، ما فيهاش زبدة ولا شوربة ولا اي حاجة خالص. تنفع عشاء، تنفع للسحور رمضاني. كل سنة وانتم طيبين. احنا بنبدأ نجهز ايه اللي يمشي معانا في الفطار في السحور، حاجة تكون جديدة معانا. كده خلصنا، وصلنا لاخر طبقة. هنقطعها مربعات زي ما احنا عايزين، المقاس اللي احنا عايزينه. هنزينها بالفلفل الاخضر الحار او زيتون. هنبدأ نرش السمسم وحبة البركة. في عندي الخليط السائل اللي اتبقى معايا في الكوباية، هنحط عليهم. هنتأكد ان كل الورق اتشبع منها. عندي بواقي الجبنة الرومي، وعندي رشة بسيطة من الموتزاريلا برضو اتبقت معايا. هندخلها الفرن. اثناء ما احنا شغالين دلوقتي الفرن كان شغال علشان يسخن. دخلته على درجة حرارة 180، خدت معايا من 20 ل 25 دقيقة بالظبط. هنطلعها نقطعها. طبعا موتزاريلا سايحة مع الجبنة الرومي. طبعا ما بنحطش ملح خالص عشان الجبن فيها ملح اوريدي. وده شكلها بقى النهائي معانا. يلا قولولنا في الكومنتات ايه رأيكم فيها. يا رب تكون وصفتنا عجبتكم النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين.